السؤال الثاني يتسجل في فيديو، نشوفوا مع بعضنا الفيديو ونرجعوا. غالية من تونس نحب نسأل الديريجون بوليتيك عطاو بروغرام بريسك كل شيء زعما بروغرام سي لو ميم بور تو qu'est-ce qu'ils projettent pour l'environnement par rapport au nucléaire, accord Ben Ali Sarkozy, par rapport aux énergies renouvelables et par rapport شنو عندنا comme richesse biologique في البلاد, comment on peut l'exploiter. Voilà. السؤال الثاني هذا شيخ مورو يهتم بالبيئة، والمواطنة تسألك شنو برنامجكم فيما يخص البيئة؟ هل هناك استغلال للطاقة الذرية؟ كيف سيتم استغلال الثروات البيئية التونسية الثرية؟ ما فماش برشا حديث على البيئة وعلى بيئة التونسي، فهل المسار الانتخابي وفهل الحديث الانتخابي كان يمكن التونسي نجم ينتظر أن الخضر يكونوا بارزين أكثر؟ أبريتو نحكيو على ديارنا وحومتنا ومحيطنا، وتونس متسمية بالخضرة. أنت اليوم إذا كان نقولوا لك البيئة في تونس كما قالت الأخت، شنو رأيك؟ كل حال أنا الأحاديث اللي ألقيتها سابقا خصصت منها حديث متعلق بالبيئة والرأي في البيئة، والرأي أنه الثقافة متاع المواطن التونسي الآن قاعدة تتطور بالشكل الذي يجعله يعتبر أن أخطر شيء على حياته هو تلوث البيئة، والتلوث هذا يأتي بطرق مختلفة، والعالم الآن قاعد يتعاكس ويتشاكس من أجل تحديد من هو المتسبب في تلويث البيئة. قضية الأوزون، قضية سقف العالم الذي يتبخر بسبب السي او اللي قاعد ينبثق الآن. وتونس شيخ مورو باش نعمل هذه القضية تحتاج إلى تثقيف. أنا في تصوري مش برنامج متاع حزب، هي برنامج متاع أمة، برنامج متاع دولة، برنامج متاع شعب. فأنا في تصور الأحزاب السياسية يجب عليها أن تنخرط في خدمة قضية البيئة وحماية البيئة، لكن هذا يستوجب ثقافة وطنية. يعني احنا وقت اللي نجي نقول نعطي برنامج في 4 صفحات و6 صفحات للمواطن التونسي في الحفاظ على البيئة، ونقول احنا ماناش باش نستعملوا الطاقة الذرية وباش نشوفوا الطاقات التي لا تلوث البيئة البديلة، الطاقات البديلة. وقت اللي نقولوا هالكلام هذا يجب أن نجد صدى لحديثنا لدى المواطن، يجب أن تكون للمواطن ثقافة. فنقول احنا مطلوب منا الآن باش ننخرط كأحزاب سياسية كسياسيين وكمواطنين وجمعيات بشكل خاص في تثقيف المواطن ورفع مستواه حتى يصبح الأمر هذا أمر متفق عليه من أفراد الشعب كامل، ويكون مطلب شعبي تحققه الحكومات المتعاقبة التي ستحكم البلاد. ونأكد لكم اللي هذا الجانب يشغلني، وأنا لاجئ إلى أخصائيين للسعي فيه. وعندما انتقلت إلى ألمانيا وقمت بجولات في ألمانيا كان الحديث بيني وبين الباحثين. ألمانيا نظيفة، ألمانيا نظيفة، وألمانيا قائم فيها نقاش كبير حول توقيف المفاعلات النووية إثر ما حصل في اليابان. والآن فما رغبة في الألمان، رغبة في التعامل مع تونس بشكل خاص لنقل هذه الطاقات البديلة المتأتية من الطاقة الشمسية أو طاقة الريح، نقلها إلى ألمانيا بمساعدة التونسيين. وذلك علاش اقترحت أنا على بعض الباحثين والمسؤولين السياسيين الألمان بأن يبعثوا في تونس جامعة في وسط البلاد أو جنوب البلاد تشتغل وتدرس هذه العلوم، بالإضافة إلى مركز دراسات يكون على أرضنا. قالوا احنا مستعدين نقبلوا لكم التوانسة يجوا لألمانيا، قلت لهم لا، احنا مصلحتنا أنكم تبعثوا أساتذتكم ويجيوا يقرروا في بلادنا باش ننميوا فقه البيئة. فما علم يتسمى فقه البيئة، إدراك البيئة ومتطلباتها وإدراك مسؤولية فقه كامل معناه. فقه كامل، فقه يعني علم عميق. الفقه مش مفهوم الفقه متاع نواقض الوضوء وفرائض الصلاة، وإنما الفقه بمعنى الإدراك الصحيح لمتطلبات الحياة التي تفرض علينا أن لا نعيش لوقتنا وإنما نعيش لوقت أبنائنا وأحفادنا. لأن ما نكرسه اليوم من تعامل مع الطاقات المختلفة ومع الإمكانيات المتاحة لنا سينعكس على أحفادنا بعد ذلك. اليوم عندما نقطع شجرة في غابة، وقت اللي نصحروا أرض
مردودها ما يكونش ضدنا احنا، يكون نحرق الغابات ضد اولادنا وضد بناتنا. هذا بالاضافه الى الناس اللي الان تتغشش على عرفها تمشي تحرق غابه، ولا تتغشش على بعضها يمشيوا للصابه يحرقوها. قل هالناس هذم راكم تحرقوا في مستقبل ابنائكم وفي مستقبل احفادكم.